اوعي تشتري سُكَاني، دي الجملة اللي أنا سمعتها قبل ما اشتري على طول ساندوتش ميكر سُكَاني. تعالوا النهارده نعمل مع بعض review عن ساندوتش ميكر سُكَاني، ونعرف عنه كل حاجة وصناعة إيه وطريقة تشغيله، وكمان إيه مميزاته وعيوبه، وكمان نعمل مع بعض وافل عالمي زي بتاع الشارع بالضبط. يالّا بسرعة تعالي نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي فاطمة، باعمل فلوجات وريفيوهات أكيد هتفيدِك. مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. أول حاجة هو بيبقى 1400 واط زي ما أنتم شايفين كده، بيبقى 3 في 1. جزء بيبقى grill وجزء توستر وجزء مكنة صناعة الوافل. زي ما أنتم شايفين ده بيبقى شكله. هو صناعة صيني، مدة ضمانه سنة. ده الكبير، في منه الجزئين القطعتين اللي هو بيبقى قطعتين للوافل أو التوستر أو الجريل، لأ ده 4 قطع. فاللي بيبقى كبير بيبقى بينجز، غير اللي بيبقى قطعتين بس تفضلي تعملي قطعتين قطعتين من الوافل، يعني الموضوع بيبقى متعب شوية. فالكبير بيبقى أسهل، والوات كمان بتاعه 1400 واط فبينجزك. الصغير بيبقى 700 واط. دي أول قطعة معانا، وكل قطعة بييجي منها قطعتين زي ما أنتم شايفين كده. دي أول قطعة بتاعة التوستر أو السمبوسة. تنفع أي حاجة من الاتنين دول، بيبقى قطعة من فوق وقطعة من تحت علشان بيتقفل. وده تاني قطعة معانا، وهي ده الجزء بتاع الجريل. بيبقى برضه زي ما أنتم شايفين كده قطعتين، قطعة فوق وقطعة من تحت علشان بيتقفلوا على بعض. تالت قطعة معانا وهي القطعة بتاعة الوافل، هاوريها لكم دلوقتي وإحنا بنعمل مع بعض الوافل. هُم بيقولوا إن المفروض إن الحاجات دي مش بتتغسل، والمفروض إنها بتتمسح بحتة مبلولة كده، بس إحنا بندهنها زيت، فأنا شايفة إن الموضوع هيبقى ملزق جدًا بصراحة، وأنا مستغربة طريقة التنضيف. تعالوا نعمل مع بعض بقى الوافل. أول حاجة هاتي بيضاية، وبعدين انزلي عليها بكيس فانيليا، وبعدين انزلي عليهم بمعلقة ونُص من معلقة ونُص كبيرة من السكر. وبعدين هنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه. أنا قعدت أقلبه بالمعلقة طبعًا لإني ما كنتش لاقية المضرب، بس الحمد لله بعد كده لقيته وعملت بيه. المقدار اللي أنا باقوله لكم ده هيعمل معاكم 7 قطع من الوافل. أهم ترِكّة بقى في الوافل إن هو يكون تقيل، لو خفيف هيطلع معاكِ طري، لكن أفضل نتيجة ليه وهو بيبقى السُمك تقيل، زي سُمك الpancake كده. لازم يبقى تقيل علشان يطلع مقرمش معاكِ. ننزل بقى دلوقتي بمعلقة ونُص من الزيت، معلقة، معلقة وربع كده، وبعدين نقلِّب كل الكلام ده برضه مع بعض. وبعدين بقى دلوقتي هننزل بالدقيق، هننزل بكوباية ونُص من الدقيق. وبعدين ننزل عليهم ب3 معالق من النشا، وبعدين ننزل عليهم بكيس بيكنج باودر، وبعدين هننزل كمان برشة ملح، وآخر حاجة خالص هي اللي هنحطها هي اللبن. وبعدين هنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه. الخليط معايا زي ما قُلت لِك يبقى تقيل مش خفيف. طيب التركة بقى اللي في اللبن، أنا جرّبت الوافل بكذا طريقة، اللي حسيت أفضل طريقة ليه اللي مقاربة جدًا للشارع إن اللبن يكون مغلي. جرّبته بده وجرّبته بده الاتنين حلوين، يعني سواء عايزة تغلي اللبن أو لأ. بس أنا حسّيت إن أفضل نتيجة ليه لمّا كان اللبن مغلي، بس هو برضه ينفع اللبن ما يبقاش مغلي عادي جدًا. ركنّا بقى المعلقة على جنب كده، وهنقعد بقى نعمل بالمضرب كده علشان عايزين الخليط ما يبقاش فيه أي كلاكيع. هتبتدي تنزلي باللبن واحدة، واحدة. وليه بننزل واحدة، واحدة؟ عشان كل دقيق بيختلف عن التاني. أهم حاجة إن إحنا عايزين السُمك ده، السُمك اللي أنتم شايفينه ده. شايفين السُمك ده ولا تقيل أوي ولا خفيف. دلوقتي بقى إحنا كنا مشغّلين المكنة معانا، كنا حاطين الفيشة، والمفروض إن إحنا أول ما بنحط الفيشة إيه اللمبة الحمرا بتنوّر، وبعدين أول ما يسخن معاكِ اللمبة الخضرا هتروح جاية منوّرة كده، بيقول لِك إن هو سِخن وتقدري تحطي الوافل بتاعِك عادي جدًا. بنحط الوافل بالطريقة اللي أنتم شايفينها ده، بنكون داهنينه طبعًا دهنة زيت محترمة زي ما أنتم شايفين من فوق ومن تحت، من الجزئين، الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. وبعدين بنحط الوافل بالطريقة دي، وبعدين بنقفل عليه، وبعدين أول ما بيستوي المفروض إن اللمبة الخضرا بتطفي، واللمبة الحمرا بس هي اللي بتبقى شغالة. بس كل الكلام ده ما حصلش معايا، ما أعرفش الليد بايظ والّا إيه، مع إن ده كانت أول استخدام. مش عارفة بصراحة الليد بايظ والّا إيه. يا ريت تكتبوا لي في الcomment لو حصل لكم أنتم كمان كده نفس الموضوع. زي ما أنتم شايفين كده فتحت عليها طبعًا علشان ما فيش لمبة بتنبهني، لقيت عليها إن لسه دقيقتين كده أو حاجة. وبعدين
رحت جايه شايله الفيشه. هو مجرد انك بتشيلي الفيشه وبتسيبي الباب مفتوح مش بتقفليه لحد ما تبرد. ده بيبقى شكلها كده. طبعا بتطلعيها بحاجه خشب او سيليكون، وبعدين بقى بتحطي الصوص اللي انت عايزاه، سواء صوص فراولة أو صوص كراميل أو صوص شوكولاتة اللي موجود عندِك طبعًا حطّيه. طالعة مقرمشة جدًا، لذيذة جدًا، ما تفرقش عن بتاع الشارع أي حاجة نهائي. جرّبوها، الطريقة دي تحفة جدًا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي.